طيب انا كنت في الفيديو الاولاني بحاول اقنع الناس ان هي ما تخشش في بنسميها الرابت هول او الدوامه بتاعه النظريات والمؤامره وملفات ابستين. فانا ما زلت مصر على كلامي وبس. هدف الحلقه النهارده ان انا اديكم خلفيه تاريخيه اللي اتكتب في المذكرات او الايميلات اللي تم الافصاح عنها مؤخرا من اداره العدل DOJ في امريكا. ودي اول دفعه او جزء من دفعات الايميلات، هي معظمها مراسلات. وزي ما قلت الحلقه اللي فاتت، الهدف ايه من اللي حصل من وزاره العدل ده انا ما اعرفوش. هل هو ابتزاز رئيس امريكا للتاثير عليه في بعض القرارات؟ ده هدف انا بستبعده. الهدف الاقرب ليا او لقناعاتي ان هم حاسين دلوقتي ان اجتماعيا وفي المجتمع الامريكي او المجتمع العالمي الناس بقت ممكن تتقبل الكلام ده فطلعوه. وهو جزء من المعتقدات بتاعتهم او من الطقوس بتاعتهم ان انت طالما انت عرفت وموافق او ما اعترضتش يبقى الخطه هتمشي. هم عايزينك تعرف، يعني هو هدفهم انك تعرف عشان ده جزء من الطقس الديني بتاعهم، ان انت تعرف وما تعترضش او ساكت او سلبي. فهم كده هيتموا السيطره بتاعتهم على العالم ده من وجهه نظر المعتقد بتاعهم. طيب انا بقى هاخدكم هنا في رحله معلش كده سريعه، عشان برضو الناس المتشائمه قوي ومتخيله ان القصص دي قصص يعني قصص رعب او فيري تيلز وازاي البشر يوصلوا لهذه المرحله. لا، احب بقى اعرفكم الحقيقه المره. ايه هي الحقيقه المره؟ الحقيقه المره ان البشر منذ الخليقه وهم فيهم العادات الوسخه دي. يعني لو جينا حتى قابيل وهابيل، قابيل اللي هو كين قتل اخوه لمجرد ان هو غار منه لما ربنا طلب منهم اضحيه، يقدموا له اضحيه لاحسن حاجه عندهم. واحد كان مزارع والتاني كان شيبرد يعني راعي. قابيل اتغاظ. فالشر موجود منذ الازل خلاص. وشفنا قصص كتيره قوي، قصص سيدنا نوح ازاي ربنا خسف بالكره الارضيه بالميه عشان يغرق كل الفساد اللي كان موجود فيها. وهنا مرتبطه بيها شويه قصص ممكن ابقى اعمل عليها حلقه منفصله، ليه ربنا غرق الكره الارضيه، دي قصه تانية. ولكن باختصار اقول لكم بقى المعتقدات دي موجوده او منذ قديم الازل. موضوع التضحيه بالبشر او التضحيه بالاطفال اللي احنا قرينا عنه، الهيومن ساكريفايس او التشايلد ساكريفايس اللي احنا قرينا عنه في الملفات، ده مش حاجه جديده. ده كان موجود في حضارات كتيره قوي حول العالم، تقدروا تخشوا تقروا. كان موجود في امريكا اللاتينيه في حضارات الانكا والاستك. كان موجود في الشرق الاقصى في بعض الاديان. طبعا هو ما كانش مين ستريم، يعني مش كل الناس بتعمل الطقس ده، لا، هم فئه معينه من الكهنه او من الاليت او صفوه المجتمع هم اللي كانوا بيعملوا كده تقربا من الالهه، وخصوصا في الاوقات الصعبه اوقات الشده زي ما بنقول. هم بيقدموا قربان اغلى حاجه عندهم اللي هم الاطفال. فده كان الهدف، عشان ليه؟ لرفع البلاء. هم كان ده معتقد بتاعهم ان هم كده عشان لو قدموا اغلى حاجه يمتلكوها اللي هي حاجه فيري بيور، حاجه صافيه جدا زي الاطفال، هم كده هيتقربوا من الالهه، فالالهه هترفع عنهم البلاء بقى، سواء كان جفاف، فيضان، ايا كان بقى البلاء ده ايه. ده المعتقد بتاعهم. والمعتقد ده كان موجود برضو في الشرق الادنى اللي احنا بنسميه النير ايست، اللي هو الشام، او في الحضارات الشاميه اللي هم الكنعانيين، واللي جه منهم الفينيقيين اللي هم كانوا بيقدموا الاضحيه دي لمجموعه الهه، من ضمنهم اله اسمه بعل واله اسمه ملخ. والالهه دي خدوا بالكم ما كانتش هي الالهه الاساسيه، ده هو جزء من مجموعه الهه، كل اله بيمثل شيء. الالهه دي مثلا كانت تمثل مثلا الخصوبه، تمثل العواصف وهكذا. فكانوا بيحاولوا يتقربوا منها فبيعملوا الاضحيه دي. طيب ايه اللي حصل لما بني اسرائيل سابوا مصر؟ لو نفتكر القصه القرانيه، ان هم في وقت من الاوقات لما سيدنا موسى تركهم عملوا عجل. العجل اللي هو اتعمل من ذهب، لو تفتكروا القصه اللي هم سرقوا الذهب بتاع المصريين قبل ما يطلعوا يهربوا من بطش فرعون، والذهب ده هم اللي عملوا بيه العجل وبعد كده قدسوه. اللي هم سيدنا موسى ترك هارون اخوه وطلع الجبل عشان يتلقى الاوامر من ربنا، والعجل ده اتعبد.
طب هل حد فكر العجل ده يمثل ايه؟ هل هم كانوا بيعبدوا عجل عشان حيوان زي الهندوس؟ لا، العجل ده بيمثل آلهة، ده وثن. الوثن ده بيمثل انهي اله؟ بعل. لو شفنا، لو كتبت بعل اللي هو بي اي دبل اي او بعل ب عين لام، هتلاقي ان دايما الرمز بتاعه رمز الثور. الثور قاعد على كرسي، فهو كان جزء من العباده بتاعتهم او التقرب بتاعهم من الاله ده ان هم يعملوا له الوثن الذهبي ده. طب هل هم ما كانوش بيعبدوا ربنا؟ لا، كانوا برضو بيعبدوا ربنا. وهي دي مشكله بني اسرائيل، ان هو ربنا نزل لهم انبياء كتير قوي عشان يبعدهم عن الشرك او عن العبادات الوثنيه. فهم في معظم الاوقات دي كانوا بيعبدوا مجموعه الهه، من ضمنهم الاله بعل، والاله الاساسي بتاعهم كان يهوه اللي هو بيمثل ربنا. طيب ما طولش عليكم، دخلوا على الشام، تاثروا اكتر بالعبادات الوثنيه اللي موجوده هناك، وبعد كده حصل حاجه اسمها السبي البابلي، اللي هو ملك بابل ملك العراق قديما جه غزا اورشليم اللي هي القدس، واخدهم على بابل على العراق. خلاص، ومن هنا بقى جه التحول التاريخي او التحول الديني الكبير في المعتقدات بتاعتهم، ان هم توقفوا عن الوثنيه وتوقفوا عن العباده في المعابد، وبقوا شعب رحاله، بقوا خلاص بقوا من كل شويه بيطلعوا من بلد لبلد، وتاثروا بكتير جدا من المعتقدات البابليه والملاحم اللي هي القصص الملحميه البابليه، ومن اهمها طبعا ملحمه جلجمش اللي هو الملك البابلي. وتقدروا تخشوا برضو تقروا عن القصه دي، والقصه دي ليها برضو كونكشن بملف او ايميل من ايميلات هيلاري كلينتون بعتها لحد بتقول له هل انتوا لقيتوا المقبره بتاعت جلجمش؟ وليه هنا اهميه جلجمش؟ عشان جلجمش ده بيقال ان هو ينتمي الى عرق النفليم. النفليم اللي هم ابناء الملائكه، اللي هم بيقال في التراث العبراني يعني او التراث اليهودي ان في ملائكه بنسميهم فولن انجلز عصوا ربنا مع ابليس ونزلوا على الكره الارضيه، تزوجوا من سيدات او من نساء وخلفوا منهم سلاله اسمهم النفليم او ابناء الالهه. وبيقال ان النفليم دول واحد منهم كان جلجمش، ودول كانوا عماليق، كانوا اطولهم 30 ولا 40 متر. ف وده كان حاجه غريبه قوي. وبيقال ان امريكا اصلا راحت غزت العراق بسبب القصه دي، ان بعض علماء الاثار لقوا المقبره بتاعت جلجمش فراحوا عشان خاطر يغزوها. طيب اليهود تأثروا كتير جدا بالثقافة البابلية وبالأديان البابلية، حتى الديانة النهاردة اليهودية مبنية على حاجة اسمها التلمود البابلي أو القصص أو التراث البابلي التلمودي. يعني الديانة بيسموها الديانة التلمودية النهاردة أو الفرقة التلمودية. أنا ليه بحكي لكم القصص دي كلها؟ عشان أبين لكم إن الموضوع ده بقاله آلاف السنين، ده مش موضوع مثلا عشان خاطر جيفري إبستين مخترع أو إسرائيل أو الموساد أو كل دي أساليب للتحكم في البشر، او هم متصورين ان الطقوس دي هتتحكم في البشر وهتتحكم في العالم. هم بيتحكموا في العالم من خلال حاجات تانية كتيرة خالص، من خلال الاعلام بجميع فئاته، انتاج سينمائي، انتاج كرتونات، غسيل مخ للناس كلها. جميع فئات المجتمع بتعمل لهم غسيل مخ بشكل انت ممكن ما تاخدش بالك منه. وطبعا قنوات الاخبار، دور النشر بتاعت الكتب، مناهج التعليم كلها، الدراسات العلمية اللي بتطلع طبية أو غذائية أو كل ده بيتم التحكم فيه لخدمة أجندات معينة هم عايزينها. وأنا في وجهة نظري الأجندة الأخيرة هي تقليص عدد سكان العالم والتحكم أو السيطرة كاملة بقى. مش هيبقى فيه بقى حد خارج القطيع زي ما بيقولوا. يعني إيران خارج القطيع؟ لأ. بعض الدول العربية خارج القطيع أو مش معانا 100%؟ لأ. الصين وروسيا ودول الشرق الأقصى اللي هي احنا مش داخلين متغلغلين فيها زي الغرب، لا، عايزين كل ده لازم يبقى متسيطر عليه، وهو ده الهدف الأسمى. طب هل الطقوس الشيطانية أو الطقوس اللي هم بيعملوها دي في أي إثبات إن هي بتزود سيطرتهم؟ مفيش. يعني بيقال إن هم مثلا في الطقس بتاع تقديم القرابين إن هم بيستحضروا كائنات أو انتيتيز زي ما بنقول بالانجليزي من ابعاد تانية، انتيتيز شيطانيه او ارواح شيطانيه من عوالم اخرى. طب هل حد شاف الكلام ده؟ كله العهده على الراوي، كلها تستمونيالز او زي شهادات، لكن في اي اثباتات؟
لا بس احنا طبعا عندنا في القرآن في طبعا القصص دي مذكورة، وهقول لكم هنا على القصة الأشهر اللي هي قصة هاروت وماروت، الملائكة اللي ربنا بعتهم عشان خاطر يختبروا البشر في بابل في نفس الوقت، عشان يعلموا الناس السحر، ويعلموا الناس السحر كاختبار، بمعنى ان هو بيختبر الناس مين اللي هيروح لهاروت وماروت، ومين اللي هيسمع كلام ربنا ومش هيعمل سحر. وهنا السحر مش خدعة بصرية زي السحرة بتوع فرعون، لا ده سحر حقيقي، دي علوم سفلية، علوم خفية ربنا معلمها لبعض الناس. والعلوم السفلية دي زي ما مذكور في القرآن بتفرق بين المرء وزوجاته وغيره 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 وغيره. فده جزء من معتقد التلمودي، هو ده في الوقت ده، يعني نربط الأحداث كلها ببعضيها. بس هل ده إثبات كافي ان هو ده نفس السحر اللي كان بيحصل في بابل او كان بيحصل في الشعوب القديمة دي؟ لا، مفيش حاجة برضو بتقول حاجة زي كده، ولكن الشواهد كلها بتقول ان هم بيحاولوا يعملوا الطقوس دي في حفلات، من خلال مغنيين طبعا في الافلام، ممثلين، حتى الكرتونات ساعات بيحطوا فيها رسائل. مش كرتون واحد، تقريبا كل الانتاج السينمائي بتاع ديزني مليء بالحاجات دي. للاسف زي ما قلت لكم في اول الحلقه، المعتقدات دي موجوده في حضارات كتيره قوي، اللي هي التضحيه بالاطفال وبالبشر. والقصه اللي يمكن هي اكتر حاجه في الملفات دي مضايقاني، وعشان كده كنت بنصح الناس في الفيديو الاولاني ما تغصي في القصه دي، هي تعذيب الاطفال. بيقال ان في ماده بيفرزها جسم الطفل لما بيتم تعذيبه او تعريضه لحاله رعب، حاجه ادرينالين بيطلع في الدم، فبيخلي الدم يتحول الى حاجه اسمها ادرينوكروم، او دم فيه نسبه عاليه من الادرينالين. الدم ده بيتم استخلاصه من دم الطفل، وبعد كده بيتم حقنه في اجساد الناس دي، اللي هم ممثلين، مغنيين، رجال اعمال، رجال سياسه، اليت او صفوه. وبيقال ان الدم ده بيخليهم شباب. روحوا شوفوا فيديو بتاع واحد انجليزي ممثل او كاتب اسمه ريكي جيرفيس، بيتكلم عن القصه دي، وبيقول لهم انا هفضحكم، وبيتريق عليهم، وهو كان الهوست بتاع الحفله. بيقول لهم انا مش فارق معايا، انا كده كده دي اخر مره ليا عشان ازيع الحفله، وبيقولها بشكل علني، وهم في حاله ذهول سلاش استغراب. يا نهار اسود، ايه اللي انت بتقوله ده، وازاي تقول حاجه زي كده؟ وبيقول لهم في وشهم انتوا كلكم اصحاب ابستين، ما تستغربوش يا بتوع الاطفال، يا بتوع مش عارف ايه، يا بتوع يا بتوع يا بتوع. Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? So, if you do win an award tonight... فيديو حلو للي عايز يتفرج عليه، حاجة يعني كاشفة. وطبعا في فيديوهات كتيرة بقى ممثلين كتيرة بيتكلموا على القصة دي، أبرزهم طبعا كان جيم كاري وميل جيبسون It is the mark of a villain. Kidnapping children is not what great nations do. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, and they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things. سنين كتيرة قوي، وبوستات كتيرة على تويتر فيها رسائل مبطنة. اخرهم انا رسالة لسه شايفها، كان الطفل اللي هو كان البطل بتاع فيلم هوم الون 1 و 2 اللي هو اسمه ماكولي كالكن، كتب بوست شهير قوي من حوالي 7 سنين في 2019 بيقول فيه يا جماعة فلان بياكل الأطفال. وللأسف فلان ده ممثل من أصل مصري. فالقصة دي أو قصص التعذيب الأطفال للأسف هي أسوأ حاجة ممكن الواحد يقراها عن جيفري أبستين. الدروس المستفادة إيه؟ الدروس المستفادة زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت باختصار، السيطرة بتاعتهم مش سيطرة كاملة، دي أول حاجة. ثانيا هو هدفهم ان هو يخليك تتقبل الافكار دي، لا ما تتقبلهاش. ركز ان انت يبقى تفكيرك نقدي، تفكر في كل حاجة وتسأل على كل حاجة، عايز تعرف اي تفاصيل
تخش تقرا عنها، تسال اصحاب العلم واصحاب المعرفه، وتخش عادي في النقاشات وما تتكسفش انك تسال اي سؤال. ربنا امرنا بالتدبر والتفكر في كل حاجه، ده مش حرام ولا عيب. ده اول حاجه. هيتبعها على طول انك ما تمشيش مع القطيع. يعني لو لقيت القطيع كلهم رايحين ياخدوا تطعيمات مثلا، ما تمشيش وراهم. فكر كويس قوي، التطعيم ده هيفيدني بايه؟ هل انا هستفيد لما اخد التطعيم ده ولا مش هستفيد؟ هل ده حاجه علميا موثوقه ولا لا؟ اتاكد. لقيت الناس كلهم مثلا الاعلام بيقول لهم ان الذهب هيطلع والفضه هتطلع، شغل مخك. مش ممكن تكون في مخطط ورا الموضوع ده؟ كل الاعلام مثلا بيحاول يسخن المسلمين على بعض، سنة على شيعة، على هل ده صح؟ هل انا شخصيا هستفيد حاجة من التسخين والشعللة دي؟ الاجابة لا. نفس الكلام في الرياضة، تسخين في رياضة، ماتشات، خناقات ما بين دول بسبب ماتشات كورة، ما بين اخوات وقرايب بسبب ماتشات كورة، وتعصب. كل ده هدفه ايه؟ دي في الاخر رياضه، احنا بنتفرج عليها عشان خاطر نستمتع، ولازم تبقى الرياضه دي جزء منها مكسب وجزء منها خساره. ليه كل ده؟ فكر دايما، كويستشن، واسال نفسك كل يوم ايه اللي ورا الكلام ده. للاسف هما بيتحكموا في كل الحاجات دي، فما تمشيش زي الخروف او زي القطيع مع بقيه الناس. اقف. انا بقولكش امشي عكسهم، بس اقف وتفكر. اتمنى ان بعض الناس يطلعوا بره القطيع ويبتدوا يفكروا، ما يفكروش زي بقيه القطيع، ويبتدوا يفكروا بمصلحتهم. وفعلا ايه اللي انا اقدر اثر عليه، الدايره بتاعتي اللي انا اقدر ابقى مؤثر فيها. ما اشغلش دماغي بقضايا مش هتاثر ولا هتقدم ولا هتاخر على حياتي وحياه الناس اللي حواليا او اسرتي. فمثلا ابستين والملفات والكلام ده هيأثر عليا في حاجه؟ لا، بس خلاص عرفني ان كل الدنيا دي كلها غابه، وحتى القوانين المحطوطه دي قوانين وضعيه، النافذين في حكم العالم هم اللي حاطينها للتحكم في الشعوب. فانا اشوف ايه القانون اللي يمشي معايا وايه القانون اللي ما يمشيش معايا، من الاخر، من غير ما اخش في تفاصيل. خلاص، ده اللي انا استفيده. هل كل اليهود شياطين؟ طبعا لا. هل كل المسلمين والمسيحيين ملائكه؟ طبعا برضو الاجابه لا. الفساد ده موجود في كل حته. لغايه النهارده في قوم لوط، في للاسف ناس شذوذ فكري وشذوذ جنسي موجود في كل حته في العالم، موجود في الوطن العربي وموجود في الشعوب الاسلاميه. الكلام ده مش منحصر في فئه معينه من البشر، ولكن في فئه من البشر، مش شرط تكون بس يهوديه، لا، الناس اللي هم عايزين يتحكموا في العالم دول ما لهمش دين، دول بيقدسوا الشيطان او بيقدسوا الكائنات الشيطانيه للتحكم في الكره الارضيه. ملوش علاقه بالدين. فانا ابعد برضو عن القصه دي، اركز في حياتي، اركز ازاي هطور من نفسي، ازاي هطور من اسرتي. لو اقدر ان انا اطور من اسرتي او من اصدقائي او دائره المعارف بتاعتي، نحسن كلنا بعض ونرفع نفسنا لفوق، عشان هم بيعملوا كده. هم زي ما انا قلت لكم، هم بيفكروا 100 سنه قدام، احنا بس نفكر شهرين 3 لقدام، سنتين 3 لقدام، مش مطلوب اكتر من كده. اسرتي هصرف كام، هحوش كام، هعمل ايه، هعلم ايه، هكبر بزنسي ازاي، هكبر دايره المعارف بتاعتي ازاي، ممكن اخدم ابن عمي، بنت خالتي، صديقي اللي قاعد في البيت. كل ده مهم جدا. بس كده. اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبتكم، من الناحيه التاريخيه معلوماتي على قد ما اقدر حاولت ان انا بقى معلوماتي مظبوطه. ولو في اي ملاحظات على المعلومه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. وانا هنا كنت مقرر من زمان ما اتكلمش في امور دينيه خالص، فانا حاولت ابعد على قد ما اقدر عن الناحيه اللي ليها علاقه بالمعتقد وليها علاقه عن الشعائر، واتكلم من وجهه النظر التاريخيه. بس بديكوا خلفيه تاريخيه، الناس دي جابت الفكر ده منين والخلفيه التاريخيه بتاعته جايه منين. صباح الفل عليكم.